اذا راكي حابه الوصفه تاع طمينه تكون بنينه ماشي حلوه بزاف وما تقهمش طريه، ما تجيش معلكه وقد ما طولت ما تيبسلكش، تجوزي تشوفي معايا هذا الفيديو جربيها وقولي لي رايك في التعليقات. اول حاجه نوجدوا السميد تاعنا. عندي 2 كيسان تاع سميد يكون متوسط، انا استخدمت موله، نحطوه في مقله تكون ثقيله ونحمصوه على نار هاديه ونبقاو غير نحركو ونقلبو حتى نتحصل على هذا اللون الذهبي. من بعد نفرغو في طبسي ونخليه حتى وين يبرد لي تماما. ومن بعد في كاسرونه نحط كاس معمر تاع زبده، انا ذوبتها غير باش نعرف شحال القياس تاعها، حبيتها تكون كاس سواسوا مع كاس غير ربع تاع العسل. نخلطهم مليح مليح ونخليهم حتى وين يسخنوا ونحيهم من هذيك النار بالك ويغليو لكم. ذوبت فيهم 4 كاس تاع حلوة الترك، مغرفة كبيرة معمرة مليح تاع حليب بودرة وشوية تاع القرفة. وهنا ضفت نص كاس تاع الكاوكاو محمص ومرحي شوية خشين، 4 كاس تاع الجلجلان يكون تانيك محمص، وزدت الكاس الاولاني تاع السميد اللي جا محمص على حبة. حركتها مليح مليح باش بديت نضيف في الكاس الثاني، درت منه النص ومن بعد زدت منه شوية، يعني كلش خدات لي 2 كيسان غير ربع تاع السميد. كي تلحقوا للقوام المطلوب حركوا الطمينه تاعكم لمده 4 دقائق هكا باش ما تنفصل لكمش الزبده على باقي المكونات وما تطلع لكمش من الفوق. فرغتها في الطباسه، زينتها بالمكسرات والقرفه. قولوا لي في التعاليق اذا تحبوا تاكلوا طمينه جديده ولا حتى وين تبات.